السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لينا. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، دائما مع الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية. اليوم اقترحت معكم هاد المملحات لي كريب صالي، تقدري ترافقيهم مع الشربة لشهر رمضان الكريم. هادم لي كريب يعني بمقادير مضبوطة ويجوا بزاف خفاف. فقط تبعي معايا الوصفة للأخير وإن شاء الله تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. بالنسبة للكراب عندي 2 كيسان فرينة، عندي 3 كيسان حليب، 2 حبات بيض، 2 ملاعق كبار زيت والملح. اول حاجة نحطو هادوك 2 كيسان تاع الفرينة، طبعا نكون غربلتهم. راح نضيف لهم ملعقة صغيرة تاع الملح، 2 ملاعق كبار زيت نباتي، 2 حبات بيض. نخلطو بالفوي. الآن نبدأ نحط في الحليب كما قلت هنايا نحتاجو 3 كيسان، 2 كيسان نحطوهم يعني دفعة واحدة. الآن نخلطو الكاس الأول والكاس الثاني نضيفوه على 2 دفعات هكذا باش ما يشكلوناش لي غرومون هادوك، حتى نشوفوا العجينة تاعنا تولي ليس ونكملو هذاك النصف. الآن ضفت 2 كيسان تاع الحليب، تبعوا فقط الخطوات هكذا باش تنجح معاكم عجينة الكراب. الآن واش ندير؟ كيما نعرفوا الفرينة تشرب وكل واحد ونوعية الفرينة اللي يستعملها. الآن نخليها تقريبا نصف ساعة، نخليها تريح. هنايا عندي نصف صدر الدجاج، الحشوة تكون اختيارية وش كان عندك. تقدري تحشي بهم هادوم اللي كراب، المهم عندنا نجاح العجينة. عندي نصف حبة بصل كبيرة طبعا أو حبة صغيرة، نحمسوهم، نضيف لهم الزيت، فلفل كحل، كركم، زنجبيل، ونخلطهم ونخليهم حتى يتحمسوا ويطيب لنا هذاك الدجاج. نقطعوهم صغار. شوفوا بعد ما خليتها تقريبا 20 دقيقة أنا خليتها، نجيبوا الكاس الثالث راح نضيفوا بدفعات هكذا باش ما يغلبنيش هكذا، ونزيد نخليها 10 دقائق قسما نروح لهذيك لافاخس. عندي هنايا جبن تختيني او قطع، واش كان عندك اي نوع على الجبن يكون عندك هكذا باش ما يجيناش ناشف هذاك الدجاج هكذا، ونخلطه ونخليه يذوب. نحطوا الحشوة بجانب ونولو لي كريب نتاوعنا او العجينه. قبل هذا ضفت له كميه تاع المعدنوس، يعني اختياري، تقدري اصلا ما تضيفيهاش. شوفوا بعد ما زدت خليتها قسمه رحت لهذيك لافرس، شفتها زاد يعني زاد شربت هذيك الفرينه. كملت النصف تاع الكاس تاع الحليب هذاك، يعني ضفت 3 كيسان تاع الحليب، 2 كيسان فرينه و3 كيسان تاع الحليب. نتوما الكاس الثالث ما تضيفوش دفعه واحده هكذا باش ما تجيكمش جريه. انا هذه يعني جاتني بالضبط 3 كيسان تاع الحليب. نجيب كريبير تاعي ونخليها حتى تسخن هكذا ونحيها بكل سهولة. وانتوما لكان عندكم يعني المقلاة تلصق، ندهنوها قبل في الأول بالزيت ولا بالزبدة، وبعدها نحطو الكريب نتاعنا هكذا، نحطو غراف ونمشوها هكذا باش تجينا رقيقة. يعني صدقوني الوصفة هذه راهي بزاف هايلة وناجحة. شوفوا إذا لصقت لكم نحيوها في الأطراف بمغرفة ولا أي عفسة، يعني المهم ما تجرحوهاش بالموس. وهادو هما لي كراب تاوعي، شوفوا كيفاش جاوني يعني ما شاء الله. شوفوا الآن نجيب الحشوة نتاعي
هنجيب الحشوة نتاعي اللي كانت طابت، ونحطها في الوسط هكذا ونشكل على شكل سيجار. بهذا الشكل هكذا نحطهم كامل في البلا اللي يدخل للفوق. بعدها عندي فرماج او الجبن تاع لي ساندويتش، انا استعملت تشيزي، ولا كان عندك اي نوع تاع الجبن تقدري تحطيه من الفوق، جبن مبشور. انا حطيتهم هكذا بشكل عشوائي فقط، يعني باش يمد لي هذيك التحميره فقط. ندخلها للفوق باش يعاود يذوب لي هذاك الجبن. هاوليك يعني جات بنه بزاف هايله، يعني جبنين بهذا الفرماج. وانتم لكم الاختيار، تقدروا حتى تخلوها هكذاك تجوزوها مع الشريبه. شوفوا الان نقطع وحده يعني معكم، نقسمها وتشوفوها كيفاش جات تشهي، يعني جات ما شاء الله. هاي ليك، شوفوا شهيتكم في الجنة. نتمنى فقط الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم ونال اعجابكم. هذه وجربوها قبل شهر رمضان، اكيد رايحة تعجبكم. تجوزوها مع شريبة كما قلت. وهذه هي الشريبة، يعني جات ما شاء الله شريبة فريك. نقولكم إلى اللقاء مع وصفات أخرى.